بداية نبارك ذكرى ثورة 19 تموز لجميع النساء في رجابة وشمال وشرق سوريا ولجميع النساء السوريات وفي العالم أجمع. إن قوات حماية وحدات المرأة تأسست في 4 نيسان عام 2013. كانت إحدى الأهداف الأساسية لهذه الوحدات هي حماية المرأة وانتشالها من الظلم والاضطهاد التي كانت تعيشه. من جهة أخرى هي لكسر الصورة النمطية أو كسر العادات والتقاليد التي تحد من حرية المرأة وتغيير الذهنية الذكورية والهيمنة الذكورية التي تم فرضها على المجتمع وعلى المرأة عبر سنوات طويلة. طبعا هذه الثورة هي كان لها الكثير من الانتصارات، الكثير من الإنجازات والنجاحات التي أثمرت بجهود المرأة. قد دخلت المرأة ساحات القتال جنبا إلى جنب مع الرجل. وصلت المرأة لمرحلة الشهادة في سبيل حرية المرأة وفي سبيل حرية بلدها. كانت إحدى الإنجازات التي تسعى إليها جميع النساء، أصبحت مثال يحتذى به في العالم أجمع. بدأت من كوباني، بدأت في المدن السورية التي في الدير، في الرقة، في الحسكة، في عفرين، في كثير من المناطق السورية. طبعا المرأة لها أهمية كبيرة في المجتمع وهي الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المجتمعات الحرة، المجتمعات التي نسعى لبنائها بالتنوع وبالتعدد الثقافي. المرأة لها دور أساسي في بناء المجتمع. المرأة لها دور أساسي في تغيير الذهنية وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تم اتخاذها عن المرأة في السابق. هذه الثورة هي كانت إحدى المكتسبات أو إحدى الثمرات التي بنت شخصية المرأة القيادية، المرأة الريادية، المرأة السياسية والاقتصادية وجميع شرائح المجتمع. نبدأ من الأسرة والكومينات لأعلى المستويات. أثبتت المرأة دورها سياسيا واجتماعيا ودبلوماسيا في شمال وشرق سوريا، في رجابة وفي العالم أجمع. كان لها الدور الأساسي والدور المحوري، لعبت دورها بشكل جيد وبشكل أصبح مثالا لجميع العالم. أصبح هو الحديث عن المرأة من خلال تنظيمها، من خلال إقامتها لفعالياتها ضمن تنظيمات النسائية. وحدات حماية المرأة هي قوة عسكرية خاصة بالنساء ضمن تشكيلة قوات سوريا الديمقراطية، فهي تحافظ على خصوصيتها وتحافظ على مبادئها الأساسية كمرأة، الحفاظ على جوهرها. وتسعى المرأة دائما أن يكون لها دور في الدستور بشكل قانوني لحماية المرأة وصون حريتها والحفاظ على حقوقها وضمان حق جميع النساء من جميع المكونات في سوريا. طبعا المرأة هي تسعى في النقاشات، في الاجتماعات، ضمن النقاشات مع الحكومة السورية أو الحكومة في دمشق. طبعا في حال عدم قبول وجود المرأة كقوة عسكرية، هذا يدل على فرض الهيمنة الذكورية التي كانت تم فرضها سابقا ويتم أيضا فرضها في الوقت الحالي. نتكلم عند سقوط النظام الأسد السابق، النظام البائد، كانت تسعى المرأة لتفعيل دورها وكانت لديها الطموحات والآمال في تغيير بعض المفاهيم التي كانت تتبناها الدولة السورية السابقة. ولكن مع الأسف في هذا اليوم تم السير على نفس النقاط أو على نفس الخطوات التي سارت عليها سوريا بشكل عام. المرأة لها وجود أساسي، لها تعزيز دورها في المجتمع ودورها كقوات عسكرية. طبعا في حال عدم قبول وجود المرأة كقوة عسكرية ضمن التشكيلات السورية، هذا سيؤدي لأزمات مستقبلا في سوريا. بغنى عنها يجب أن يكون هناك توافق دستوريا وقانونيا لحماية حقوق المرأة. طبعا المرأة نظمت نفسها كقوات سياسية أو قوات عسكرية أو حتى مجتمعية، يجب هناك أن يكون ضمان للمرأة. فقوات حماية المرأة هي من أهم القوى العسكرية الموجودة
في روجافا في سوريا هي وحتى عالميا، لأنها أصبحت مثال يحتذى به عالميا، فهي ضمت جميع المكونات. بداية كانت المبادرة للمرأة الكردية، وبعدها انضمت إليها المرأة العربية، المرأة السريانية، المرأة الآشورية، المرأة الشركسية أو الأرمينية، إلى ما هنالك من مكونات ومن وجود للمرأة في سوريا. هذا إن يدل على تضامن وتعاون جميع المكونات، جميع المرأة، جميع النساء من جميع المكونات في سوريا. لذلك تكمن أهميتها في هذه النقطة. فقاومت المرأة ودخلت أحدى ساحات المعارك، قاتلت تنظيم داعش، أثبتت دورها، دخلت لساحات المعارك جنبا إلى جنب مع الرجل بدون خوف. قدمت المرأة تضحيات كبيرة كآرين مركان، كأفسطة خابور، وكثير من الشهيدات في شمال وشرق سوريا.